السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول: بنك تركي يتيح فتح الحسابات للسوريين. والخبر الثاني: سوري في تركيا يسجل 3 من أولاد جاره على اسمه من أجل كرت الهلال. والخبر الثالث: تصريحات عاجلة للرئيس أردوغان. ولكن قبل أن نبدأ في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. في بادرة جديدة انتظرها آلاف السوريين الراغبين بامتلاك حسابات في المصارف التركية، أتاح مصرف تركي فتح حسابات للسوريين بموجب الكملك الأصفر. وليس هذا فحسب، بل أتاح ولأول مرة منح السوريين كرت التقسيط. ولدينا في الخبر الثاني: سوري في تركيا يسجل 3 من أولاد جاره على اسمه من أجل كرت الهلال. في خبر غريب جدا وجدناه على أحد مجموعات السوريين في تركيا للاجئ سوري يطلب من الناس المساعدة من أجل الخروج من الورطة التي وقع بها. فدعونا نعرف ما هذه الورطة. جاء في المنشور الذي نشره ذلك اللاجئ أنه في عام 2017 أخذ هذا السوري أولاد جاره وأخرج لهم كمالك، وقال أنهم أولاده، من أجل أن يحصل على مساعدة الهلال الأحمر، والآن يريد حل من أجل إزالة الكمالك عن اسمه. هذا ما صدم الناس جدا وانتقدوه بشكل كبير بشأن هذا الفعل الغريب والصادم. ولدينا في الخبر الثالث: تصريحات عاجلة للرئيس أردوغان. قال الرئيس رجب طيب أردوغان: سنقدم دعما للمشاريع التي تحفز عودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى بلادهم. وأضاف أردوغان أن حكومته تسعى بكل جهدها لتخفيض مستوى التضخم في مطلع العام المقبل، وقد رفعنا الحد الأدنى للأجور إلى أعلى مستوى له. وتابع الرئيس أردوغان: نهدف لخفض التضخم إلى خانة واحدة بحلول عام 2024. وبهكذا نكون قد انهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.